أهلا ومرحبا بكم في قراءتنا اليومية للصحف، وهذه أهم العناوين التي اخترناها لكم من الصحف الصادرة يوم الخميس 11 شتنبر 2014. في العناوين كتبت جريدة المساء: سابقة براجات تجمع الدرك والجمارك لمواجهة بارونات التهريب. أما على يومية الأخبار فنقرأ: الرميد يحيل ملفات لقاحات بادو على القضاء. صحيفة أخبار اليوم كتبت على صفحتها الأولى: تفكيك خلية تضم 9 أشخاص متهمين بموالاة داعش. في التفاصيل نعود إلى عنوان يومية المساء الذي يقول: سابقة براجات تجمع الدرك والجمارك لمواجهة بارونات التهريب. حجز 4 شاحنات محملة بمئات الأطنان من الماركات العالمية المهربة. كاتب المقال يضيف: التعليمات الجديدة ركزت على مناطق معينة تبين أن بارونات المخدرات أصبحوا يعتمدون عليها كمسالك للتهريب سلعهم المحظورة. على رأس الصفحة الأولى ليومية الأخبار نقرأ: الرميد يحيل ملفات بادو على القضاء. وزارة العدل تفتح تحقيقا بشأن 21 ملفا ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات. أخبار اليوم عادت إلى متابعة ملف مكافحة الإرهاب عبر عنوان يقول: تفكيك خلية تضم 9 أشخاص متهمين بموالاة داعش، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 30 سنة، من بينهم شقيق جهادي لقي مصرعه بسوريا. العثور على جنرال متقاعد مقتول بشقته في مرتيل. عنوان آخر نقرأه على يومية المساء يقول: التحقيقات تشير إلى أن الجاني ارتكب جريمة قتل أخرى في حق مغربي مقيم بالسويد. وبنفس جريدة نقرأ: جامعة النقل عبر الموانئ تحمل رباح مسؤولية عدم حماية المهنيين والمصدرين. شركات أجنبية تكبد الاقتصاد المغربي خسائر ب150 مليار. العنوان الثاني الذي نختاره من أخبار اليوم يقول: 200 شخصية مدنية تحرج بن كيران بوصفة حول نزاهة الانتخابات. توصي باعتماد نتائج الإحصاء في وضع اللوائح الانتخابية ورئاسة الفرز من قبل القضاة. بعد قرار عزله، القاضي عنبر يقتحم محكمة النقد بسيارته ونجاة حارس بإعجوبة. عنوان نقرأه على يومية صحيفة الناس التي تضيف: كان في حالة هستيرية وحاول الاعتصام بباحة المحكمة والأمن يتدخل لإخراجه. رفض التوصل بقرار عزله وكان يتقاضى راتبه الشهري لمدة 3 سنوات دون أن يقوم بأي عمل. وعلى رأس صحيفة الناس نقرأ أيضا: ميلاد جبهة لفتح نقاش وطني حول الثروة، معارضون وراء المبادرة. كريم تازي وعبد المؤمني تكفلا بصياغة مشروع البيان، وهؤلاء مرشحون للتوقيع عليه. من يومية الصباح نقرأ عنوان كتبت فيه: الفرقة الوطنية تحقق مع أمنيين بقلميم متهمين بالتعذيب. البحث سيطول. ضابطا ومساعديه حصلوا على اعترافات من مشتبه فيه بتعذيبه. في الخبر الرياضي نقرأ من الصباح الرياضي: الماس يلغي صفقة انتقال حلحول إلى بركان. بناني: التحاق اللاعب العسكري بمعسكر الفريق البركاني دون علم أجهد الصفقة. بالخبر الرياضي نأتي إلى نهاية قراءة صحف اليوم، ونودعكم على أمل اللقاء بكم في قراءة الغد بإذن الله.